الحمد لله وكفى والصلاة على نبيه المصطفى. ما زلنا معكم في مقدمة في أصول الفقه، وسنتكلم على العام والخاص. العام هو لفظ عام قد عم جميع ما ذكر، والخاص هو يخصص هذا العام. فمثلا قول الله عز وجل: المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فهذا لفظ عام بين أن كل مطلقة وجب عليها أن تتربص 3 أشهر، فهذا عام، معناته أن كل مطلقة وجبت عليها العدة، فهذا هو العام. فربما يأتي تخصيص يخصص هذا العام، فيقال اللفظ الأول عام والثاني خاص. ومن ذلك مثل قول الله عز وجل: فإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فهذا خاص، فبين أن المرأة التي طلقت قبل الدخول فلا عدة عليها، فبين الدليل أو قول الله عز وجل أن هذا خاص. والقول الأول المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا لفظ عام في المطلقات، وأما هذا خاص الآية التي ذكرت في هذا السياق، قول الله عز وجل: فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فهذا هو الخاص والعام. فالعام هو لفظ يعم جميع جنسه، والخاص هو يخصص هذا العموم، يا إما بالاستثناء، يا إما بالعدد، يا إما بالنوع، يا إما كل ذلك موجود في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون العام في الكتاب والخاص في السنة، وقد يكون العكس، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا هو العام والخاص، والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل.